ودرب في مجموعه من الدول العربيه ومع اكبر الانديه في المنطقه العربيه من انديه كبيره جدا جدا. معانا مستشار مرتضى منصور. مساء الانوار يا مرتضى بيه. خير. يا اهلا وسهلا. امبارح مكالمتنا مع حضرتك فتحت حوارات المواقع، كلموا المديرين الفنيين الثلاثه اللي حضرتك اعلنتهم معايا امبارح، وكانت اجاباتهم واضحه. تحديدا الراجل اللي هو الروماني اللي حضرتك قلت عليه مجنون ده، صعب جدا انه قال عندي شرط جزائي مع النادي بتاعي. لا طلع مجنون ولا لا؟ طلع مجنون لان انا جبت له بيعمل يولوك. كل حاجه بتبقى صح بالظبط، وقال لك عندي 150,000 دولار شرط جزائي والكلام ده كله. يعني بيطلعوا كام دول؟ اضرب 100 في 100,000 دولار في لا 20. يبقى 2 مليون يعني. 150,000 دولار اضرب في 20 جنيه بقى. يعني حوالي 3 مليون جنيه. 3 مليون شرط جزائي. هيدفعهم هو. ده هو بيقول لك يعني اللي عايزني يدفع الرقم ده. لا يعني في فرق بين حوار المواقع في فرق بين الحوار الرسمي بالنادي يعني هو قال الحوار الرسمي ان هو هيدفعها. ده راجل متتبع النادي. ظاهره غير طبيعيه الراجل ده، فعلا مجنون يعني. اولا بيعرف انا باكل ايه وبخرج امتى وعملت ايه في اريرا وكل ده حافظه. لدرجه انه عارف احمد دخل مستشفى امتى، احمد مرتضى، وجاله جلطه امتى وطلع امتى. يعني متابع يومي لنادي الزمالك. لم يتحدث معنا عن قصه ال 150,000 دول و 3 مليون جنيه. لكن احنا بس خلينا بقى يعني لا قلت لك ده طلع صح يعني احنا تمام. هو اضيف بس واحد النهارده ايمانويل. فاكر انت ايمانويل اللي كان بيلعب في الزمالك؟ ايمانويل امونيكي. ده اللي بيدرب منتخب نيجيريا الناشئين وخد بيه كاس العالم. اوكي. اللي كسب البرازيل. فاكره؟ ده مرشح ده مرتضى بيه؟ ده اتكلم النهارده عايز يدرب الزمالك. اوكي. ودي ظاهره بتسعدنا على فكره. ان الزمالك يبقى ليه اسم العالمي دون، ان كل المدربين اللي ليهم اسماء متابعينه وعايزين يدربوه. ده شيء يعني الاول خليني بس اشكر النهارده مؤسسه الاهرام وموقع الاهرام. نعم. يعني بشكرهم جدا جدا جدا. انا بس كان عندي مجلس نواب النهارده بالليل ما قدرتش اروح. احمد راح استلم نيابه عني، مش بصفته ابني، بصفته رئيس مجلس اداره يعني. تمام. احسن رئيس نادي ثالث. انت حضرتك قلت لي امبارح ما شاء الله. الف مبروك يا مرتضى بيه. بشكره وبشكر ايضا اخبار الرياضه الاستاذ ايمن بدره اللي عمل مسابقه حتى ما دعاش نادي الزمالك. بشكره جدا جدا، وانه تجاهل نادي الزمالك مش حتى في الجوائز، لا حتى في الدعاوي. يعني حتى لم يدعو نادي الزمالك وانه لم يكن موجودا. وبناء على ذلك لن يدخل صحفي من اخبار الرياضه بوابه الزمالك. ليه؟ هو كان عضو. ليه يا مرتضى بيه؟ اقول لك ليه. اولا بص، انت بتكلمني بتاخد مني الاخبار الصحيحه. خلاص؟ كل الاخبار الكاذب في اخبار الرياضه خد مني انا على مسؤوليتي. كل الاخبار الكاذب كلها اخبار ضرب كذب في كذب في كذب. ماشي، ده موقف خلاص. مش برغم ان الاخ ايمن بدره اللي هو رئيس تحرير يعني راجل صديق وخاله طبعا تعرف، راجل محترم فاروق بيه كان راجل ماسك في الاخبار النشاط العسكري في الاخبار، صديق عزيز جدا وانا محاميه. لكن انا بقول لك اسمعوا، ولا خبر يا جماعه بينزل في اخبار الرياضه صحيح، كلها اخبار كاذبه ومضروبه. ومع ذلك حضرتك بتعمل مسابقه، تمام؟ بتعزم كل رؤساء الانديه، بتعزم كل الناس، بتعزم لعيبه الزمالك، بتعزم لعيبه الاهلي، بتعزم كل اللعيبه. يعني ده وضع طبيعي احنا اتعودناه. يعني النهارده كان في الاهرام في المسابقه بتاعتهم الوزير وناس من الاهلي وناس من الاسماعيلي وناس من كل الانديه. ده تجاهل تماما ان في نادي اسمه الزمالك. وانا بتجاهل تماما ان في حاجه اسمها اخبار الرياضه صحفيين لن يدخل بقى على مسؤوليتي. ما تقوليش بقى ليه؟ لا انت بتتجاهلني، انا بتجاهلك، مش هدخلك بوابه النادي. ما دام انت بتستحقر هذا النادي العظيم انا بستحقرك ايضا. وبعدين حضرتك دافع 20,000 جنيه هبعتهم لك مني انا، بيجيب الخاص كده في ظرف وهبعتهم لك. نرجع بقى لايمانويل. انا بس عايز اعلق تعليق صغير. انا مندهش ان حضرتك بتهتم بهذه الاستفسارات. نرجع بقى للموضوع الثاني. اتفضل. لا انا بص، انا بكلمك خلاص نقفل بقى. بتكلم على انه حتى لم يوجه دعوه للاعب ولا حاجات مرتضى بيه الامور مالهاش قيمه والله. وكان نادي الزمالك ده مش موجود على الخريطه، مش مشكله، واخبار الرياضه مش موجوده على الخريطه، القصه انتهت. المهم كلم النهارده ايمانويل، عمل اتصال اوكي وعرض ان هو يجي يدرب نادي الزمالك. فانا سالت عايز اعرف يعني اخر حاجه ده ايه. عرفت انه خد كاس العالم للناشئين لما السنه دي لما كسبوا البرازيل في النهائي. دول الاربعه مطروحين. سيبك بقى من الاربعه دول. حصل اتصال تليفوني مع ايمن يونس فاروق جعفر النهارده. حازم امام اعتذر عشان وجوده في اتحاد الكوره.
اعتذر لايمن يعني لما اكلمه، وانا مش عارف يعتذر ليه. ما هو برضه نادي الزمالك ده اللي هو جنبك يا حازم علشان تبقى عنده اتحاد كوره، ده انت ناجح على صوت اساطير. ممكن موقفه يبقى حرج يا هو مرتضى فيها بيه. ثاني، هو موقف ايه؟ مش دول ولاد النادي؟ مش دول اولاد يا النادي أستاذ طبعا، الفاضل. ولاد دول ولاد النادي. هو انت دلوقتي لما الاستاذ وزير الداخليه يعمل اجتماع مع الاعلاميين وانت راجل كنت ظابط واستدعاك، هتروح ولا مش هتروح؟ لا هروح طبعا. هتقول له انا في موقف حرج؟ لا ادي ولاد بس بره مصر، ادي ولاد النادي. دول ولاد النادي عشان انا عرفت يعني حاجه بقت خلاص انا هعطيها. طب دورهم ايه دول يا مرتضى بيه؟ دول هيقعدوا خلاص هم استلموا كل السيفيهات بتاعت المدربين خلاص. انا مستني محمد حلمي بكره، خلاص النهارده الاثنين المهله خلصت، الثلاثه اقعد معاه ان شاء الله. تمام يا محمد، عايز تكمل تشكيلك؟ لا انا مش عايز، خلاص كمل اتفضل. مش عايز؟ طب يعني حضرتك دلوقتي عملت اتصالات بكل المدربين الاجانب دول وانت حضرتك مش عارف موقف حلمي ايه؟ اقول لك ليه؟ لان نادي الزمالك نادي مش صغير، مش هستنى بقى مفاجآت. يعني افرض كابتن محمد حلمي قال لا انا بعتذر، تمام؟ دي بالتليفون يا مرتضى بيه، دي بالتليفون. ان انا اقعد ادور على مدرب اجنبي. لا يعني اقصد اقول كابتن حلمي ده بالتليفون قالوا يا كابتن انت معانا ولا وخلاص يعني لا من غير تليفون. لا محمد لا مش هينفع بالتليفون. بس الراجل عنده عايز يقعد وعنده مباريات معينه، عايز يقعد يعمل تشكيل معين، واخد بالك؟ كل ده يعني محمد حلمي اصله مش قطه كاوتش هنقعد كده، ده انا راجل مدرب ودي اسمه. لا ما اختلفناش، انا بتكلم هو لو ما هنقعد معاه المجلس الاداري هيقعد معاه، المجلس كله بالكامل هيقول والله انا عايز اكمل، لا انا تعبان زي ما قال لي قبل كده، لا انا تعبان يعني صحيا ومش مبسوط الكلام ده. ايا كان يبقى انا لازم عندي احتياطي للموقف. وده دايما شغله المحامي على فكره، راجل قانون. اصليا البراءه واحتياطيا ايه؟ مش كده؟ صح. فاصليا محمد حلمي. طب واحتياطيا لو محمد حلمي مش موجود اقعد ادور على احتياطيا ولا يبقى عندي جاهز؟ طيب كل المدربين دول اتكلمت معاهم واتفقت على القيمه الماليه وكله؟ بالظبط كده، اتفقت على القيم الماليه. كله حصل معاهم. وايمانويل دخل دائره اهتمامك؟ نعم، ايمانويل دخل دائره الاهتمام. تمام. بكره الكلام ده هيتم. وانا قلت ده كان لاعب كويس جدا يعني من زمان. لا هو كان لاعب عظيم. قالوا لي لا ده واخد كاس العالم للناشئين مع نيجيريا وغلب البرازيل. انا عايز برضه تبحث. ده اخذ الاولمبياد. نعم، اخذ الاولمبياد مع نيجيريا وده شيء عظيم. بالظبط كده. ده شيء عظيم. ده كله معروض بكره على اللجنه اللي معموله. خلاص محمد حلمي هيقول مكمل شكرا، لا مش مكمل، اللجنه هتقعد بالليل تقول والله احنا اخترنا فلان. يعني اللجنه تنعقد في حال اعتذار حلمي. كل ده ليه بقى؟ لان انت عندك وقت اصلا. ده واحد. اثنين، النهارده باسم كان في الحفله بتاعت الجوائز اللي هي بتاعت مؤسسه الاهرام اللي بشكرها، وبشكر موقع الالكتروني والاخ السيد احمد نجار، بشكره جدا، وبشكر عمرو الدرديري، المسؤولين عن الاهرام. ده تعرف طبعا صحيفه عريقه وموقع عريق. طبعا صحيفه عظيمه. ما يقلش طبعا عن موقع الاخبار، الاخوه اللي ماسكين الاخبار، موقع الاخبار ياسر عبد العزيز والمجموعه اللي فيه برضه ممتازين. مصر اليوم بصراحه عندهم موقع ممتاز جدا. باسم بقى حضرتك اتكلمت معاه في حاجه؟ عمر. نعم، باسم مرسي في جديد عنده؟ لا ما انا بقول لحضرتك هو قابل احمد مرتضى اللي كان بيستلم الاوتيل، اللي ما راحش كان عندي مجلس نواب بالليل، فاحمد راح يتكلم الجاي، فهو قابل باسم، وانا قلت له رساله انا شفته هناك هم كلمتين، بكره اخر موعد، حضرتك عايز تجدد اهلا وسهلا، لاعب متميز، لاعب فاز، لاعب جميل، اهلا وسهلا. هنقعد بقى نلعب ورا بعض ونجري ورا بعض زي ما قلت. مفيش نادي يقوم على رئيس ولا مجلس اداره ولا مدير فني ولا لاعب. الانديه العملاقه زي الزمالك وزي الاهلي وزي الاسماعيلي السندري والمصري والانديه الكبيره دي ما بتوقفش على حد. يعني حضرتك بتديله مهله بكره نهائيه؟ بكره يجي يمضي، اهلا بيه، عنده مشكله شكرا. بالنسبه للمعروف احنا في انتظار، طبعا تعرف انه مسافر واخد اجازه 10 ايام عشان فتره الراحه. حضرتك عايز تبقى اهلا وسهلا، مش عايز متشكرين. مايوكا هيجي لك الوكيل بتاعه؟ مايوكا وصل فعلا وكيل. وصل وقعدوا معاه وقال انا هجيب له عقد من بره، قلنا له من فضلك خلال 3-4 ايام بالكتير علشان القائمه الافريقيه. انا سمعت انه بيضغط عشان ياخد مستحقاته حتى لا ما هو لو ياخد لو خد مستحقاته كلها طب ما عادوا. بالظبط. يعني بس عادوا ايه بقى؟ هشغلوا مدرب حراس مرمى ولاعب واخد بالك ويكوي العيال هدومهم، انا مش عنديش مشكله. بالظبط. عايز تاخد فلوس دي اقعد اشتغل بيهم.
صحيح صحيح. بالك وشيكابالا يقولوا الفانيلا بتاعته، لا انا الحاجات دي مقرف يعني. بالظبط. بالك لكن بالادب وبالاحترام تعالى نفسخ مع بعض التعاقد. ده لاعب كويس جدا جدا، بس الكيمياء بتاعته ما مشيتش مع نادي الزمالك. صحيح. يعني هو يعني ممكن هو الكيمياء بتاعته تمشي في اي نادي تاني. وياما لعيبه لما راحت انديه معينه، واخد بالك يعني، ما شوف بقى احمد الشيخ وميدو جابر على مستوى المحل بتاعنا، وصالح جمعه والاسماء دي كلها لما راحوا النادي الاهلي ما فيش. لكن طب ما فيش نادي مصري يا مرتضى بيطلبوا؟ نعم، ما فيش نادي مصري طلبوا؟ لا لغايه دلوقتي لسه، زي ما قلت لك الطلب الوحيد اللي جالي محق لرمزي خالد بيع وعاره ديودار واسلام اسماعيلي واتحاد اسكندريه. دي الطلبات الرسميه اللي جت. سموحه طالب مين يا مرتضى بيه؟ رمزي خالد. وهيتوافق؟ لا ما انا بقى مستني بقى نيجي جهاز جديد لسه، سواء محمد حلمي او غيره هو اللي يقول لي يعني عايزه ولا مش عايزه. بالظبط. برضو زياره محترمه من الدكتور محمود مشالي رئيس النادي الجميل اتحاد اسكندري، زارنا هو الدكتور كابتن محمد عمر. وفي زياره من ابراهيم بيه عثمان رئيس نادي الاسماعيلي، برضو النائب بتاعه اخفره علشان يا اسلام يا دويدار. يا اسلام يا دويدار اعاره. بالظبط كده. دي هترجع برضو للي انا شخصيا ما عنديش مانع، سواء دويدار او اسلام. واحد هنا وواحد هنا. واحد ترجع برضو حلمي او اللي هيجي مكان حلمي. واحد فين يا مرتضى بيه؟ واحد اتحاد اسكندري وواحد النادي الاسماعيلي. واحد الاسماعيلي، سواء ده او ده. اعاره 100. فما داش مشكله، احنا بنتعاون مع كل الانديه، بنقوي كل الانديه، لان الانديه كلها لما بتقوى خلي بالك انت لما تلاقي يعني نادي زي الاسماعيلي بقى قوي، نادي المصري بقى قوي، نادي طبعا الدوري بيبقى قوي، ما يبقاش بقى هو اهلي وزمالك او زمالك واهلي. توفيق يا مرتضى بيه، وبشكرك. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. خلاص يبقى احنا بنطوي صفحه المدربين الاجانب مؤقتا لغايه لا انا كنت جايب لكم فيديوهات وهنقعد نتفرج ونقول ونعيد، لكن واضح ان الامر لسه معلق. الكابتن محمد حلمي لسه ما قالش كلمته. النهارده كان المفروض في جلسه وفقا للكلام اتقال امبارح، اتاجلت لبكره، ان غدا لناظره لقريب. لكن الكلام حصل مع المدربين الاربعه بما فيهم ايمانويل امونيك اللي دخل دلوقتي جديد معانا في الصوره، واضح ان هو محل اعجابه. طبعا كان لعيب فاز، مدرب منتخب الاولمبي واخذ بيه اولمبيات اخيرا مع منتخب نيجيريا، واتصور هو دخل الدائره بقوه. اتصور كمان ان فلوسه هتبقى مش باين. طيب ناخد بقى اراء حضراتكم. 4 تولى تدريب الوداد المغربي 2005-2006 وفاز مع الوداد بالدوري المغربي. تولى تدريب العربي القطري، حصل معاه على كاس الامير، ثم الرجاء المغربي حصل على الدوري، ثم الكويتي حصل معاه على الدوري وكاس ولي العهد والسوبر. تولى نادي العربي الكويتي، حصل معاه على كاس الامير والسوبر والمركز الثالث للدوري. تولى نادي الرجاء المغربي، قادوا لدور ال 16 في دوري ابطال افريقيا عام 2015، وبعدين بعد كده تولى تدريب الجيش الملكي. افضل انجاز له كان في الدوري الكويتي تحقيق المركز الثالث موسم 2012-2013، لكن استطاع الفوز مع الفريق بلقب كاس ولي العهد موسم 2011-2012. الحقيقه سيره ذاتيه قويه جدا. بنتكلم على البرتغالي جوزيه روماو، ربما هو صاحب السي في الاقوى للمدرب.